لا تخاف، ما راح اضرك. انا قلت لك ما راح اضرك، بس انت لا تخاف. بقول لك شيء وبمشي، اوكي؟ انا مين عشان اثق فيك؟ انت مين؟ انت مين؟ انت جاي تضرني الا جاي تضرني الا لا تخاف لا تخاف. خلينا نجلس على الكنب وبقول لك على كل السالفة. نعم. تبيني انا اقعدك؟ مين انت؟ ما اعرفك. خير، انت جاي اصلا تضرني؟ ايه. لا والله ما جاي اضرك، بس تعال. تعال اجلس وبقول لك السالفة. يلا اقعد، لا تخاف. طيب يلا جيت. يما. لا تخاف لا تخاف، هذه الاصوات انا متعود عليها بالليالي. اسمع، انا قلت لك، وقفت عند لما قلت لك على سالفة اهلك. انت ما تدري ان اهلك، ما تدري ان اهلك مو موجودين ومو معبرينك. راحوا مكان ولا عبروك لانك انت بالاساس اصلا ما عبرتهم. يعني ما في حد تقدر تتكل عليه، ما في حد تقدر تثق فيه. عشان كذا انا جايك، عشان كذا انا جايك واقول لك الحقيقة. انا اتبعكم، انا اتجسس عليكم في هذا البيت واعرف اهلك. اهلك بعد ما شافوا انك ما تعطيهم اهتمام صاروا ما يعطونك اهتمام، وراحوا مكان بعيد عن هذا المكان. ما هو موجودين في هذا البيت، راحوا مكان بعيد لانك انت ما تهتم لهم، تثق في احد مهما كان. والله العظيم يشهد ان هذه نصيحة بذهب، تباع بذهب هذه النصيحة يا اخي. لا تخاف، انا ما راح اضرك، انا جاي انصحك واوريك الطريق الصح. اشتغل لحالك. أه 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 ان شاء الله، ان شاء الله.